بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في قناتكم مطبخ فاطمة. اليوم جبت لكم أحلى وصفة لحباباتي، هي وصفة الكروكي اقتصادي بزوج حبات بيض تخرج لكم أكثر من 30 حبة. كما راني نقول لكم تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. هنا عندي رشة ملح اللي هي ضرورية، حطيت زوج حبات بيض بدرجة حرارة المطبخ وحطيت معها كاس سكر عادي. نخلطوا هذه المكونات مليح حتى نتأكد أنه السكر ذاب تماما. بعدها نبقى نضيف في الزيت، عندي كاس زيت نحطوه بالتدريج والخلط يكون بالباتور ولا باليد كما تحبي. وهنا حطيت معاه ملعقه كبيره تاع معجون وحطيت معاه ملعقه صغيره فاني. نخلطوا هذه المكونات ونزيد عليهم نصف كاس حليب. كما نعرفوا الكروكي كيله بكيله. درك نفهمكم كيفاش درت. هنايا عندي مبشور الليمون وحطيت معاه 3 ملاعق كبار مايزينا. هنا بعد ما نخلط كامل هذه المكونات نضيف النواشف اللي هي 4 كيسان وربع فرينه وزوج اكياس خميره كيميائيه. هنايا كما قلت لكم الكروكي درت فيه كيلو زيت، كيلو سكر، ونصف كيلو بيض، ونصف الاخر عوضته بالحليب. لذلك قلت لكم هذه الوصفه اقتصاديه وما تجيش كامل باين باللي ما درناش فيها 4 حبات بيض كما راكم تشوفوا. وهنايا اللم العجينه تاعي لازم نخليها طريه وتكون تتلاصق. وهنايا دهنت الوجه تاعها بشويه زيت ونبدا نشكل فيها، ولازم نخدم بها مباشره لانه كل ما نخليها راح تمتص السوائل وتيبس لي. هنايا عاونت روحي بشويه زيت وشكلت حرابيش. هنا جاتني 3 حرابيش. شوفوا الحبات جاوني انا طالعين، تحبوا ترقوهم شويه اكثر من هيك راح تقطع لكم كميه اكبر من 30 حبه كما قلت لكم. وهنايا كنت سخنت الفرن على 180 درجه، ومن بعد كي حطيت الكروكي تاعي نقصت عليه ل 160 درجه. لازم نخلوه ياخذ وقته في الطياب ومن بعد نشعل عليه من الفوق. وهنايا كنت دهنت السطح بشويه حليب وقهوه، والتزيين راه يبقى اختياري. كما راكم تشوفوا هنا جا محمر، جا ما شاء الله. الطبقه الفوقانيه جات مقرمشه ومن الداخل طري ولا اروع. جربوا هذه الوصفه واعتمدوها. هنا بالنسبه لتزيين الحربوش الاول درت عليه معجون ودرت عليه كاوكاو محمص ومطحون، والحربوش الثاني دهنته بالفرشاه بشوكولا بيضاء كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم دهنت بالفرشاه باش ما نضيعش ياسر الشوكولا. وهنايا راح نقطع لكم الحبات. شوفوا كيفاش جا طري من داخل ومقرمش من الفوق. والحبات جاو اكثر من 30 حبه بهذا الحجم. ممكن تقطعيهم اقل من هكا، انا درتهم كبار نوعا ما. وهذه هي الوصفه تاعي. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها لوليداتكم بمناسبه الدخول المدرسي. راح تقطع لكم كميه كبيره. وهذه هي الحلوى تاعي كما قلت لكم. ان شاء الله تنال اعجابكم، جربوها وان شاء الله نكون فدتكم ولو بالقليل. ثم برك ما تنسونيش بجمل الفيديو والاشتراك في القناه اذا كنت اول مره تزوري القناه تاعي.